السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله بما اننا صايمين ضروري الانسان كيتشهى، بغينا نوجدوا ان شاء الله البسبوسه وقلت نوجدها معكم. هادو المكونات اللي غادي نحتاج. هنايا غنحتاج واحد الاناء، غنستعملو غير الطراب يدوي. نستعملو اولا البيضه، بسم الله. هنايا عندي 2 معالق كبارين د الكوك، جوج المعالق حتى 3 المعالق د السكر. نحرك هاد المكونات مع بعضياتهم. غنضيفو الكاس زيت المائدة، غنحركو مزيان. غنضيف واحد الياغورت الفاني. في هاد اللحظه عندي الفران كيسخن على درجه الحراره 160 غير من تحت. غنحركوه. هنايا عندي واحد الفاني، هنايا عندي 2 معالق كبارين دقيق ابيض. نحرك هاد المكونات ديالي مزيان. صافي، غادي نضيف كاس د عصير البرتقال. غنضيف الكاس الاولي د السميده رقيقه ونحرك. الكاس الثاني، نحرك مزيان ونشوف واش نقدر نزيد ولا بركه، حيت على حسب السميده. كاين السميده اللي كتشرب على حسب النوعيه ديالها. باقي خصني شويه، غنزيد واحد نص كاس. هنايا غادي نضيف نص الكاس، نحرك مزيان. نخليها على جنب. غنجيب الطاوه اللي غندخلها الفران، عند هنا بالزبده ونرشها بالسميده. نرجع معكم. صافي، هنايا غنضيف 2 الخمارات، هي اخر حاجه اللي كنضيفها قبل ما ندخلها الفران. غنحرك مزيان. صافي، غنكب الخليط ديالي في الاناء اللي دهنته بالزبده ورشيته بالسميده. بسم الله. نحركو هيدا شويه. هاد الاناء نتوزع الخليط في جميع الجوانب وندخلو الفران لمده 30 دقيقه. عاد نشعلو من فوق واحد 5 دقائق تقريبا ونرجع معكم. بعد ما دازت 30 دقيقه على البسبوسه في الفران، شعلت لها من فوق واحد 5 دقائق تحمر. غنعمل السيرو، غنشبر الكاسرونه نكب فيها كاس د البرتقال، كاس د الماء، 3 المعالق د السكر. نعدلو من فوق النار حتى يغلي ويرجع على شكل السيرو ثقيل شويه ونطفيلو غير ينسجموا مع بعضياتهم. نرجع معكم. البسبوسه بعد ما خرجتها من الفران بقى سخونه، غير تخرجها حتى السيرو يكون سخون. قد تسقيها بها واش كتشرب.
معايا سخونة عطشة داغية. هاد السيرو فهمتي واحد الرائحة كانت خارجة من الفران، يا سلام. صافي هنايا بعد ما شربت السيرو ها مبقى والو هنا، شربتو كامل. غادي نزينها بشويه د الكوك غير في الجوانب. وهاد البسبوسه ديالنا واجده، كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. الشهيه طيبه. شاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وزيدوا شجعوني، ما تنسوش تضغطوا على زر الاعجاب. شكرا لكم ومرحبا بالمشتركين الجداد.